إن المقياس العام في عملية الحضارة هو أن الحضارة هي التي تلد منتجاتها، وسيكون من السخف والسخرية حتما أن نعكس هذه القاعدة لتقوم بصنع الحضارة من منتجاتها. ويرى بالنبي أن الحضارة كتلة واحدة، يعني ما بتتجزأ، لا يمكن تناولها من المنتصف أو من نتائج الذروة اللي وصلت إلى، أو حتى من نتائج الرفاه اللي تحمل الكثير من علامات الأفول فيها وعلامات زوال الحضارة. وأيضا يستحيل تقليدها إذا كانت في بيئة غير منسجمة معه. فيرى أن السعي الصحيح وراء الحضارة هو ما يؤدي إلى إنتاج المادة والقيم، ولا يمكن للمادة أن تنتج لنا حضارة، وشراء كل نتاج الحضارة يؤدي إلى تكديسه ثم يجعلها حضارة شيئية لا روح فيها، وتكون بذلك على رأي ابن خلدون والقاعدة المشهورة التي نالت شهرتها، يعني المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب. ولكنه لا يقول بأنه يجب علينا الانعزال عن الحضارة الحالية